ما علينا، بس في سالفة مرة رهيبة صراحة ودي أحكي لكم إياها. ما أدري، هي رهيبة، هي كيوت، هي حزينة، إلى الآن ما أدري. جدي توفى تقريبا قبل 16 سنة، وجدتي توفت الله يرحمها قبل 8 شهور. الله يرحمهم جميعا، قولوا آمين. فتعرفون إذا شخص توفى لكم قريب لا سمح الله، بعدها تروحون كذا غرفته تفتش، تحيي الذكريات، تشوف تتذكر أيام زمان. وإحنا قاعدين نفتش في غرفة جدتي الله يرحمها، لقينا رسالة حب من جدي بعد مرور 16 سنة زواج. الله يا الحب. الحين كذا حاطينها جوة هذا عشان يعني ما تعفط ولا تخرب، يعني عشان نحافظ عليها. أبقراها عليكم، بس صراحة الموضوع كيوت ويحتاج موسيقى والله. التاريخ 23/1/1407. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المكرمة زوجتي، حفظك الله من كل بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بمناسبة مرور 16 عاما على عقد زواجنا الميمون، مرت هذه السنين ونحن بحمد الله متمتعين بالصحة والسعادة، وإن كانت تحصل بعض الخلافات المعتادة بين الزوج وزوجته، ولكن بقلوبنا الكبيرة وتسامحنا المتبادل لم تؤثر على حياتنا الزوجية، وإنني إذ أقدر فيك حسن عشرتك وتعاونك الدائم في لم شمل الأسرة، ومساعدتك لي على أداء واجبات الدينية والدنيوية، وتربية ابننا البار لكي يكون ابنا صالحا بإذن الله. وبهذه المناسبة السعيدة أقدم لك هدية متواضعة، وهي ميدالية جسر السعودية والبحرين، لتكون ذكرى خالدة. وأسأل الله أن يهدينا جميعا وابننا الوحيد لما فيه خير، ونعيش سنين عديدة في طاعة الله. وفقك الله وأبقاك لي الزوجة البارة المثالية المسامحة لكل ما يحصل مني من تقصير في بعض الأوقات. زوجك المحب. هذه هي الهدية اللي تكلم عنها جدي محمد الله يرحمه، ميدالية جسر البحرين والسعودية. هذه رسالة بسيطة لكل شخص يقول أنه ممكن الحب يموت مع مرور الوقت، ممكن يموتون الأشخاص لكن يبقى الحب خالد. قصة عنتر وعبلة، قصة روميو وجولييت، خير مثال كلامي. لا عيب في الحب، بل العيب في من أحب. وقد قالتها أم كلثوم: يا العيب فيكم يا بحبايبكم.